مش مهم تقطعيها ازاي، المهم هنذبحها ازاي، طريقة ان انا اذبح الحاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ايه كلام مهم؟ صلى على النبي وشاركه. يعني لازم تذكر اسم الله على الشيء اللي هتذبحه، سواء كان فرخة او معزة، او لازم يقول بسم الله الله اكبر. حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. واللي بعد كده تكملة الآية اللي مش بيذكر اسم الله عليه، فلازم شيء مهم جدا، مش ان انا اذبحها كده وخلاص. والعلماء بحثوا في الموضوع ده، لازم يفضل الرأس في جسم الفرخة او الحالة هتذبحها ليه؟ قال لك لان ما بتفضل الرأس في الجسد تبعت اشارات، المخ بيبعت اشارات للجسد ان هو محتاج دم، فيصفي الدم اللي في جسم الذبيحة او الفرخة او الحالة اللي انا هذبحها، فتبقى سبحان الله طعمها جميل جدا، ما تقطعش الراس خالص، تفصلها. فده شيء مهم. حتى ممكن تلاقي حاجه ملهاش طعم كده، سبحان الله العظيم، ماتت يعني موتة او مخنوقه او. صلي على سيدنا النبي وارح ذبيحتك. كل شيء بحس، حتى الحيوان يشعر زينا وزي البني ادمين ويتالم. صلي على النبي، شارك الفيديو لعل احد يستفيد، والسلام عليكم.